حاجة مهمة لازم تعرفوها. ربنا بيرزق الساعي مش الداعي. الدعاء حلو، ولكن السعي ربنا بيرزق عليه. الدعاء حلو، ولكن السعي ربنا بيرزقك عليه. فدايما امشي ورا طموحك واحلامك، وكل حاجة انت عاوزها تمشي ليها، تسعى ليها، تجرب، تخسر. اي حاجة بتيجي في الفلوس وتخسر احسن ما تضيع يوم من عمرك. فاليوم من عمرك ما بيتعوضش وما بيتجازاش بأي تمن في العالم. فدايما تسعى وسيبك من الناس الحاقدة. تمام. انا بلاقي تعليقات كتير 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 بيقول لك انا هاخد الفيديوهات بتاعتك اوريها للبوليس الفدرالي عشان انت بتعمل دعوات شخصية. انا شركة يا حبيبي، انا بروح للبوليس الفدرالي مع العملاء. انا بروح مع العملاء البوليس الفدرالي. انا صاحب شركة وكالة سفر وخدمة اجانب هنا في البرازيل. فهو في ناس حاقدة، فانت نفض لهم، ما تردش عليهم. فدايما لازم توصل لاحلامك، تسعى، تخسر، تجرب. فتسعى وايا كانت النتيجة ارضى بيها. فربنا بيرزق الساعي، صدقوني والله. اوعوا تضيعوا يوم من عمركم اللي ما بيتقدرش بتمن عشان الخوف او التجربة او الخسارة. فاسعى، ومهما حصل النتيجة ترضى بيها عشان دي قضاء ربنا وقدره. وما تلتفتش لأي ناس بتهدمك أو تحطمك. فلاقي تعليقات أنصح الناس مثلا في براسي يقول لك قول لهم يا أخي على الإتاوات اللي بيدفعوها في الشارع. يا عم ما يدفع 100 ريال في الأسبوع، هو بيكسب فلوس برضه. فالناس ديت بتحميك، بتقف معاك. لو جت شرطة عشان البلدية جاية بيخبروك. فأنا بوضح للناس كل حاجة وشفاف جدا. وحتى معاملتي مع الناس، ناس عملاء كتير عاملوني من غير ما يشوفوني ودفعوا فلوس مقدما حق الخدمة وبعمل له، وهم معايا هنا على التيك توك واليوتيوب والفيسبوك. تمام. أنا أقسم بالله ويشهد الله عليا، أنا في مرة كان معايا 7 عملاء وكنت بعمل لهم حاجة في لبنان. أقسم بالله الراجل اللبناني ضيع الجوازات بتاعتهم. هم كانوا مديني فلوس وانا اديت له الفلوس هناك المكتب السياحه اللي هناك، وما رضيش يرد لي الفلوس. والله دفعتهم من جيبي اكتر من 3000 دولار، اكتر من 8000 دولار دفعتهم من جيبي للعملاء، وعوضتهم على خساره الاوراق بتاعتهم. فانا ما فيش حد يقول لي عمرو ما عمليش، عمرو خد وما عملش. لا لا لا. فانا احب ارد دلوقتي على الشخص اللي يقول لك هروح للبوليس الفدرالي عشان بتعمل دعوات. لا، انا شغال قانوني يا حبيبي. الدعوات ديت من شركه سياحيه مش شخصيه. انا لما بكتب الدعوه بكتبها برقم السين بالجوده بتاع الشركه بتاعتي. تمام. والكارتوري والموظف بتاع الكارتوري بيبعتها مباشر للسفاره في بلد العميل، يعني حاجه قانونيه. فحل عن دماغي. تمام. وبلاش حقد، ولازم نحب الخير لبعض، ولازم نساعد بعض على النجاح. وزي ما قلت لكم ربنا بيرزق الساعي ليس الداعي. فدايما نسعى، وايا كانت النتيجه ارضى بيها. سلام. عالم السفر ثقة، امان، شفافية. احنا بنريح بالك. كمان استنظروني في الفيديوهات القادمة. ان شاء الله هنتكلم على شغل فني تكييف ومهندس تكييف هنا في البرازيل. وما تنسوش الخدمات اللوجستية بتاعتي، عمل دعوات رسمية من شركة عالم السفر، دعوات سياحية تجارية، مؤتمرات، تنسيق تجاري. فدي كله بتقوم بالشركة ان شاء الله. استخراج الاوراق بعد وصولك، استقبال في المطار، الحاجات دي كلها عالم السفر بتعملها بشكل قانوني ان شاء الله. وكتير عملاء الحمد لله واثقين فيا، وهم معانا هنا على التيك توك واليوتيوب والفيسبوك. فدايما عالم السفر قد الثقة. انت تكون مطمن دايما معانا. عالم السفر.